هذا خلق الله، أريني الذي خلقتموه يا أخواتي من قبل. أنا في منطقة البقعوية، هاي المنطقة اللي يقال إنه في شجرة هيوتها غاد استظل فيها النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلعوا ما أحلى الموقع اللي أنا فيه، ربيع في نص الصحراء، طبيعة بتجنن. إحنا بدنا ندخل ورا الشباب غاد ونصل المسجد جوا. قولي بسم الله ما شاء الله. هسه بدنا ندخل من هذا المدخل وندخل لجوا لعند الشجر، ويقال إذا وصلت الشجرة من كثر الجو اللي عندها ما بيجي لك نفس تطلع. خلينا نروح نشوف الجو مع بعض. طلعوا لي المدخل بسم الله ما شاء الله. طلعوا أماكن زي هيك لازم تجيها يا زلمة، لازم تجيها والله، لازم تجيها والله، لازم تجيها. طلع المنظر اللي عندي، طلع المنظر اللي عندي. طلع مكان زي هذا نظيف مرتب، حتى في أمن، في مركز أمني، في حارس، في كل شيء، في كل يعني كل شيء موجود فيه. مكان بتيجي عليه وانت مرتاح هيك نفسيا، فيك صايبك سكون، صوت عصافير، صوت انواع طيور والله عمري ما سمعت فيها. سامعين؟ اسمعوا انواع طيور ما يعلمها غير الله. طلعوا كيف منظر، طلع طلعوا ما شاء الله. ما ظل الا القليل. لا والله بمزح، ضايل كثير بس ممتع، يعني الطريق كثير ممتع وكثير حلو. شايفين المسجد هذاك هيوتو؟ شايفين المسجد هذاك؟ بدنا نصل لعنده، وهي الشجرة قبالنا، بعد القبة هاي نصل الشجرة مباشرة. الله ليتس جو. بسم الله ما شاء الله. طبيعة 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 طبيعة، اللهم لك الحمد اللي بيرزقنا نشوف هيك مناظر والله. وحظنا الحلو مع الغروب اجت، والله حظنا الحلو انها اجت مع الغروب. هاي القبة الاولى قربنا نوصلها، لم يتبقى الا القليل، وبعديها في زي جسر، وبعد الجسر في الشجر، واللي يقال انه استظل فيها النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كثروا لي من الصلاة على النبي بالكومنت. الصلاة على النبي فيها فرج والله، فيها فرج، فيها زوال هم، فيها رزق، فيها صحة. كثروا لي من الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هاي أول قبة وصلناها. طلعوا منظرها كيف. بدي أفرجيكم المنظر قديش مشينا مسافة وقديش كانت ممتعة من ورا. طلعوا قديش مشينا، طلعوا كيف. هاي وصلنا القبة الأولى، طلعوا كيف. طلع القواس هاي اللي هون، شايفين القواس هاي القواس تحتيها كلها مياه، زي برك مي عشان تقدر تعديها، عاملين القواس هاي. كل الجبال اللي حوالينا هاي شايفينها كلها بتجيب ميتها هون. المفروض احنا ايش نروح من هون عشان الجسر، بس خلينا نروح نشوف الشجرة اول. بس نخلص من الشجرة بدي اروح اوديكم غاد على جهة المسجد وافرجيكم المي وافرجيكم الجسور اللي عاملينها. هاي هي الشجرة اللي يقال استظل فيها النبي، وهي قارنا موقع الشجرة المباركة التي استظل بها رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قوي الشباب. طلع محلى القوسة ما شاء الله، نوعية الحجر اللي هون بتجنن. هاي هي الشجرة اللي يقال استظل بها النبي محمد. يا حبيبي يا رسول الله. طلعوا المنظر، الصوت صوت العصافير اللي فيها، صوت حياة جوا. طلعوا صوت الحياة اللي جوا، طلعوا صوت الحياة اللي جوا. بسم الله ما شاء الله. طبعا كل الشباب هذول معانا، لانه في فيديو مش عارف رح ينزل قبل هذا او بعد هذا، كشتع كيف. طلعوا المي اللي تحت الشجرة، شايفين؟ هذا هي الشجرة. طلع ما شاء الله. صوت عالم جوا يا اخوان، صوت عالم والله العظيم، صوت عالم. تعالوا اخذكم لفة حوالينها، تعالوا. طلعوا المي لوين واصلة برا، المي بتصب في كل مكان، لا حتى الارض هون طلعوا كلها مي، كلها مي. هاي الشجرة يمكن عمرها 2000 سنة، تقريبا 2000 سنة. طلعوا كيف كل مجاري المي بتصب على الشجرة هاي. لما نلفها زي هيك وانتم تطلعوا المنظر اللي انا جاي فيه مع الغروب كيف بتجنن. خليني الف لكم على الجهة الثانية. طلعوا كيف سامعين الصوت. هاي هي الشجرة. طلع الصوت. شايفين المي من كل مكان بتيجي، كلها معمول قنوات. انا هيني بدي افرجيكم القنوات، بس صارت الارض تحت طيني. طلعوا يعني صعب انك تمشي هون، بدك تمشي بحذر، الارض مي تحت وبتزحلق. خليني افرجيكم من مكاني هذا كيف القنوات معمولة. طلعوا لي هون، هاي قناة، هاي قناة، هاي قناتين، هاي ثلاث، كلهن بصبن على الشجرة. انا بدي افرجيكم، بدي احاول، والله صعب، والله العظيم صعب. لا طين طين طين. استنى خلينا نشوف مكان ثاني.
طين طين، بدي افرجيكم القنوات هاي شو من وين جاي المي. انا بس المشكله الارض طين. طلعوا هون، طلعوا هون القناه، شايفين؟ طلعوا هون، هاي المي كلها بتيجي من هون، من هون، وبتيجي من جبال سوريا، من فوق، من الجبال، من الوديان، من كل مكان بتصب المنطقة هاي. عشان هيك هاي المنطقة دون كل المناطق اللي حوالينا هي الوحيد الخضراء. تطلعوا اللي حوالين الشجرة المي، مي بشكل رهيب، طلع مي بشكل رهيب ما شاء الله. هسا المشكلة بالرجعة بالأرض طينة، بدنا نكون مركزين مركزين. يا رب الصوت اللي هون والله رهيب. اللي بده يسأل شو نوع الشجرة هاي، هاي نوع من أنواع البطم، شجرة اسمها شجرة البطم. طلع منظر ثاني، اسمع اسمع الصوت، اسمع اسمع، سبحان الخلق فأبدع. يا إخوان كمية الراحة النفسية اللي في المكان ما بقدر أوصف لك إياها ورا العدسة، غير تيجي أنت وتشوف اللي أنا بحكي عنه. بدنا نطلع من هون هيك، نروح على الجسر اللي غاد. هاي الباب اللي دخلنا منه، وهاي القبة اللي جينا منها من الشارع من فوق، تيجي زي هيك بتلاقي الشجرة. هسا احنا بدنا نرجع هون. يعطيك العافية يا عم. تطلع من هون الأماكن هاي، بس الأماكن هاي الحلو فيها بتيجي وربنا بنعم عليك نعمة إنك تظلك تذكره فيها، فهاي لحالها بحد ذاتها نعمة. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من زوال. هذا الطريق بعد ما دخلنا يمين، شايفين هاي الشجرة على يميننا صارت بعد ما دخلنا، بتضلك ماشي زي هيك بيجيك أول جسر. هنا فرجيكوا إياه، سبحان الله. هاي في جسر كمان غاد الشباب واقفين عليه، طلعوه كبير هذاك. هاي الجسر هذاك طلعوا مكبره، هذا لأنه كله مياه بتكون تحتي، كل المي ومي بقوة بتصب فيه. حتى هاي في زي بحيرة عنده. خلينا نطلع على الجسر هذا بتبين معنا البحيرة. والله بحيرة بسم الله ما شاء الله. ولكو أنا بالصحراء والله أنا بالصحراء، أنا بالصحراء. طلع الطير ما شاء الله، طلع. يا رب ألحقه، يا رب أجيبه. طلع ما شاء الله الطير هذا، طلع ما شاء الله. طلع على أساس أنا بصحراء. أنا أنا أتحدث معكم الآن من وسط الصحراء. طلع البحيرات اللي فيها، طلع البحيرات اللي غاد. هاي المي كلها هي سبب بأمر الله أنها تكون خضرة، واحة خضرة في نص الصحراء اللي هي غاد الصحراء. طلع المنظر ما شاء الله. وهي الشجرة غاد صارت. في قدامنا مسجد، بدنا نوصل المسجد، وفي بعد المسجد بيت صغير لكاهن، إن شاء الله إنه يكون فاتح، يعني موجود هيك في نصه صليب بالأرض، إن شاء الله إنه يكون موجود. إن شاء الله مش الكاهن يكون موجود، إن شاء الله يكون فاتح. الله أكبر والعزة لله. كسبنا الصلاة إن شاء الله بالجامع، بنصلي وبنفرجيكم إياها. شايفين كيف الصحراء هون طلعوا كيف أسود، هون فوق كل أحجار سوداء، وهي طلع هذا الربيع كيف. هاي قدرة الله عز وجل. قربنا على المسجد، وهي بيت الكاهن غاد ورا المسجد. وصلنا، شايفين هاي المسجد، هاي الطريق. طلع واحات المي اللي بالصحراء جوا. هاي بيت الكاهن، هاي مدخله، وهاي مدخل المسجد، وهاي مدخل بيت الكاهن وفاتح. حظنا الحلو انه فاتح. هذا هو كان بيت الكاهن. طلع نقزني الحمامات والله. هيك صار البيت تاع الكاهن، هيك المسجد، وهيك الصحراء كاملة، مع اختلاف طبيعة الأرض اللي خلقها واحد هو الله. كثروا لي من ذكر الله في الكومنت. إذا مش متابع الشغنوبي تابعوا، لأن المحتوى اللي راح تشوفه عند الشغنوبي ما راح تشوفه عند حدا غيره. صح بحكي ولا لا؟ هذا المحتوى اللي أنت بتشوفه واللي بيقدمه نفسه أنا لا. خلينا نكسب الصلاة مع الشباب. سلام.